مجموعة من الممثلين والممثلات بقالهم كتير ما اشتغلوش، وللأسف الشديد الممثل يعني لو كنت أنا مثلا ربنا ما وفقنيش في إن أنا اشتغلت مذيعة كان هيبقى حالي زي حال مها كده وغيرها، إن أنا قاعدة عايزة أصرف على أولادي وعايزة أعمل وعايزة أسوي ومستنية مخرج يفتكرني أو مستنية شركة إنتاج تفتكرني. وخصوصا الناس القديمة بقى اللي ملهاش مثلا في اللبس والمكياج والفيديوهات وبيطلع ممثلات جداد وبيطلع ممثلين جداد، فممكن المخرجين ما يفكروش ولا في مها احمد ولا في ريهام سعيد ولا في فلانه ولا في علانه، ولا انا ما بقولش ان انا كده، لكن انا بتكلم ان في ناس كتير منسيه وفي ناس كتير ما بتشتغلش. الناس دي بقى مطلوب منها انها تفتح بيتها ازاي وهي ما امنتش ده، يعني ما فتحتش كافيه، ما فتحتش مطعم، ما فتحتش. فمها طلعت مره انفعلت واتكلمت بطريقه مش لطيفه عن احمد السقا وامير كرارة، وده كان انفعال منها انها بتطلب من زمايلها يساعدوها. وبعدين جاءت هذه الطامه الكبرى اللي طبعا يا مها ولا انا ولا اي حد موافق على اللي انت قلتيه، احنا ولا بنشتغل عند حد ولا بنشتغل عند شيوخ ولا بنعمل الناس اللي بتقولي الممثلات كلهم ممثلين بيسافروا يأدوا اعمال قوية جدا 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 زي اولاد رزق، زي المسرحيات، زي بيشتغلوا زي ما طول عمرنا بنشتغل في كل حتة في العالم. هم ما بيشتغلوش عند حد، هم بيقدموا فنهم في جميع انحاء الوطن العربي. فما تقوليش انت اكبر من ان انت تقولي انا يمكن شيخة تشوفني اشتغل عندها. لا يا مها، ما تخليش ابدا الضغط وما تخليش ابدا ظروف الحياة الصعبة تخليكي انك تقولي كده ولا تتنازلي كده. انا عارفة، انا متأكدة ان كل ده من الضغط. ويمكن اللي فجر الحكاية دي ان مها احمد راحت حضرت عيد ميلاد لاحدى التيك توكرز، وكان الناس شايفة ان مها يعني في حتة تانية، يعني المفروض انها تبقى وسط نجوم سينما زيها او نجوم. مها نجمة سينما، مها عملت افلام سينما كتير، فالناس شافوا ان لا، مها مش مكانها وسط التيك توكرز وابتدوا يهاجموها، فطلعت ترد، بس ردت غلط. رديتي غلط، ولا الطريقة كانت صح ولا الألفاظ كانت صح ولا عبرتي صح، ولكن أنا كان نفسي الناس تشوف الوجه الآخر منك.